عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بكلمكم من مطبخ ماما سهير سعيد. هنعمل بقى يا حبايبي وصفة كده مع بعض بقرنبيط. طبعا كل الناس بتعمل قرنبيط في الشتاء، بيبقى حلو ويدفي. فاحنا كده جبنا 2 قرنبيط هنعملهم مع بعض، صغيرين مش كبار. قطعناهم بقى كده ونضفناهم وغسلناهم غسلة حلوة. وهنبدأ يا حبايبي بقى نعمل وصفتين 2. هنعمل طاجن في الفرن، وهنعمل قرنبيط مقلي. هنعمله مقلي كده في الزيت. فاحنا كده دلوقتي من ايه بنسخن الميه، بنخلي الميه تغلي على البوتاجاز. هناخد بقى القرنبيط كله ده هنحطه في الميه في الحله. وده يا حبايبي ربع كيلو لحمه ونص كيلو لبن. ودي بصله، وده دقيق، كوبايه دقيق. وده حبيبي ايه ناخد بقى كوباية عصير طماطم اللي نعصر بيها اللحمة. ناخد بقى اللي احنا ده الملح بهارات وملح وكمون وفلفل وشطة وواحدة ماجي. وده يا حبايبي البصلة اللي هنعصر بيها اللحمة. هنيجي بقى نسيب دول بقى هنعصرهم هنعصرهم ونعمل بقى ايه طريقة تانية. دي خضرة وده دقيق ودول 5 بيضات، 5 بيضات. ودول يا حبايبي بقى ايه 4 فصوص توم او 5 ايه عملناهم. قطعناهم. وده كام بطاطسية، 3 بطاطسات كده سلقناهم برضو، وقطعناهم طرنشات وسلقناهم عشان نعمل بهم الخلطة. ودي الملح والكمون والفلفل والشطة والبهارات. هنروح بقى على البوتاجاز نسلق بقى القرنبيط. نحط شوية ملح ونحط شعرة كمون عشان الغازات اللي بتطلع من القرنبيط. نحط بقى كده القرنبيط في قلب المية. أول ما تغلي نحط بقى القرنبيط، نرصه في الحلة ونحطها على قد ما تاخد. نحطها على قد ما تاخد، والباقي هنحطه في ايه في حاجة تانية. ونبدأ يا حبايبي بقى كده نحط بقى في كله في المية كده، ونغطي عليه ونهدي عليه النار. أول ما المية تغلي نهدي عليه النار علشان ما يفرش منك المية، ما تفرش منك. تهدي عليه النار يستوي براحته بقى. بس يا حبايبي كده احنا هنغطي عليه بقى كده ونهدي عليه النار. نسيبه بقى ايه يستوي. احنا بقى كده يا حبايبي عصجنا اللحمة عشان ما نطولش عليكم. عصجنا اللحمة، عملنا ايه جبنا حبة زيت ورحنا حاطين فيها البصلة يا دوبك اصفرت كده، وحطينا فيها اللحمة. واللحمة خدت ايه كم يعني اخدت من البصلة، ورحنا حاطين عليها القوطة. سيبناهم بقى تتسبك مع بعضيها لغاية ما اتسبكت كده زي بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده. وحطينا التوابل بتاعتها، ورحنا جايبين بقى شوية قرنبيط حطينا بقى ايه شوية في تحت. ضربنا شوية قرنبيط حاطين فيهم شوية البقدونس الخضرة. حطينا شوية في القعر بتاع الطاجن. ورحنا حاطين اللحمة. ورحنا كده حاطين ايه بقية القرنبيط. القرنبيط بتاع الطاجن ده لازم يكون يعني مستوي. هنحطه بقى ونرصه كده، ونروح حاطين على وشه البشاميل. بيبقى روعة وجميل وخفيف وحلو. هنحط بقى عليه ايه عليه البشاميل. بشاميل اللي عملناه ازاي يا حبايبي؟ معالق دقيق و3 معالق زيت. وعملناهم كده حطينا الزيت وعليه الدقيق. واول ما يصفر معاكي نحط ايه كوب ونص لبن ونستنى نقلب فيه لغايه ما يتخن معاكي. وبعد كده تدفع عليه. وبعد كده حطيناه اهو على الوش اهو. حطيناهم على الوش اهو، ونكون مولعين الفرن بقى الشوايه من فوق ومن تحت وندخله الفرن. هنحطه بقى بيبقى جميل وخفيف وحلو أوي أوي أوي. جربوه وقولوا لي بقى في التعليقات ايه بقى ايه طعمه، ايه طعمه خرافة جميل جدا. هنحط ده في الفرن بقى ونبدأ نعمل ايه التاني بقى القرنبيط المقلي. بس هنشيل بقى الباقي كده. حطينا كده كفاية على قد الطاجن اللي هتعمليه.
تعملي كبير، كملي صغير على قد الطاجن اللي انت هتعمليه. وكده رجعنا يا حبايبي، هنعمل بقى اللي هو المقلي. هنحط الخمس بيضات، هنطقشهم ونحطهم في الطبق واحدة واحدة كده، عشان لو واحدة بايظة ولا حاجة نخلي بالنا. ونشيل بقى القشر كده على جنب، نحط واحدة واحدة. وبعدين نحط بقى ايه بقية المكونات ان شاء الله مع بعض. كده حطينا الخمس بيضات، هنروح ضاربينهم بقى كده بالمضرب. هنحط التوم بقى كده معاه، 4 فصوص توم كده، تبشروهم بمبشرة، تضربوهم في الكبة، وتحطيهم بقى كده في قلب البيض. وتجيبي بقى الخضرة، هنقلبهم الأول. نجيب الخضرة بقى يا حبايبي، نحطهم بقى كده. الخضرة دي بتديهم طعم، بتدي طعم حلو أوي أوي. ده هيبقى ايه، كزبرة وشبت، بس محطش بقدونس. هو كزبرة وشبت، واللي عايز يحط بقدونس يحط. هو كزبرة وشبت. نغسلهم حلو غسلة حلوة كده، ونقطعهم هما تقطيع صغيرة صغيرة خالص. ونروح بقى حاطين التوابل، شطة وملح وكمون. ونسيت اقول لكم، وحطينا كربونات، شوية كربونات، معلقة صغيرة كربونات، عشان هي اللي هتنفش ال القرنبيط. معلقة صغيرة كربونات. نحط بقى شوية شوية كده دقيق، ونكلكعه، خلوش يكلكع منك. وده يا حبايبي شعرة سكر صغيرة كده، عشان ما يحميش على الصدر. ودي نص كوباية لبن، نص كوباية لبن. نحط بقى بقية الدقيق واحدة واحدة كده، حسب ما ياخد معاكي. احنا مش عايزين ولا خفيف ولا تقيل قوي، يعني يبقى حلو وسط. عايزين ميبقاش تقيل ولا خفيف. والبشاميل برضو كنا عاملينه خفيف برضو، مش تقيل. بشاميل عاملينه خفيف مش تقيل. هنفضل بقى نقلب كده اهوت. كده حطينا المكونات كلها كده. وهنحط بقى ايه، نص كوباية عصير كده طماطم لو عندك تحطيها. لو عندك صلصة حطيها، بتبقى تدي طعم حلو للقرنبيط. هروح بقى واخدين الخلطة دي كلها، ونروح على البوتاجاز بقى، والحاجة دي كلها ونحطها على البوتاجاز ونقلي بقى مع بعض. نروح على البوتاجاز، نحط بقى الطاسة على النار. حطينا الطاسة على النار اهو، تسخن. لازم تسخن الأول. أول ما تسخن هطلع واحدة واحدة ونحط فيها. نقلبه بقى في الخلطة كده، القرنبيط نحطه كده في قلب الخلطة. وأول ما الزيت يسخن نروح حاطين واحدة واحدة كده نقليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو، حطي واحدة واحدة. هو بصراحة أحسن حاجة كده الواحد يعمل بإيده، لأن كده مش بالمعلقة مش هينفع. حطيت بقى إيدي كده، غسلت إيدي، ورحت حاطة بقى إيه، أعمل كده أقلي بقى إيه، لكني بقلي طعمية. هنحط بقى يا حبايبي كده واحدة واحدة، بس طعمه خرافة. القرنبيط ده بيبقى جميل أوي. في ناس بقى بتحبه مقلي، وفي ناس بتحبه طاجن، حسب راحتكم بقى. انت اللي عايزين تعملوا. انا عملت الصنفين عشان خاطر اللي بيحبوا كده واللي بيحبوا كده. اه، نقلي ونطلع بقى ونكرر برضو تاني لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا. اه يا حبايبي، نقلبه، واللي اتحمر نطلعه في مصفى، يكون تحتها طبق عشان ينزل الزيت اللي فيه. يكون انت مجهزة مصفى وتحتها طبق ينزل الزيت اللي فيه، وبعد كده ترصيه على ورق بتاع مطبخ عشان برضو ينزل الزيت اللي فيه. اه، واحدة واحدة كده.
وبعد كده ما نخلص دول نطلعهم، نروح ايه نعيد الكمية تاني، نحط منه الكمية تاني، نقلي بقى. ودي هنحط بقى يا حبايبي بعد كده نحط البطاطس. انا سلقة بطاطس طرنشات هنعملها نقليها مع بعض بقى. البطاطس دي جميلة اوي اوي اوي، برضه نحطها في الخلطة كده ونقلي كده مع بعض. يا حبايبي البطاطساية بصوا تتقلي وهتبقى في ناس بتحب البطاطس دي جميلة اوي بالخلطة دي، جميلة اوي. فجربوها وقولوا لي في التعليقات ايه طعمها. هنقلي بقى البطاطس كده ونخلصها كده اهي يا حبايبي. بطاطس مسلوقة جميلة، وحطي عليها شوية ملح وانت بتسلقيها. وبعد كده بقى تروحي حطها في الخلطة دي بعد ما تقشريها وتسلقيها وتحط عليها شوية ملح. تروحي حطها في الخلطة دي وتقلي منها، بتبقى جميلة جميلة جميلة. هنخلص بقى البطاطس اهي يا حبايبي. ايوه هنطلع بقى البطاطس اهي بعد ما ايه احنا طلعنا القرنبيط، هنطلع البطاطس. البطاطس دي جميلة والله. هنقلبها ونطلع بقى. كده طلعنا البطاطس اهوت، وبنطلع اهو في الباقي. ادي بطاطس اهي بالشكل ده. متنسوش بقى يا حبايبي اللي لسه هيزور اللي لسه يخش بقى على القناة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. واللي عايز برضو اي وصفة يقول لي عليها في التعليقات وانا اعملها له من عينيا. كده بالشكل ده بقى كده البطاطس اهيت والقرنبيط والطاجن طلعناه من الفرن اهوت، والجرجير وخس وليمون مخلل. وهنحط برضو ايه رشة بقدونس كده على الوش اهو. وبالهنا والشفا للي هيعملها وياكلها. ايه رأيكم بقى يا حبايبي؟ دعوة حلوة كده بينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.